كبيرة. اول ما طبيت المستشفى طلع الدكتور من صالة الطوارئ قال نعتذر ما قدرنا نلحق عليهم وطاكم عمرهم الثينات. طبعا هاي صدمة كانت غيرت مجرى حياتي بالكامل. انه اخويا ابويا بيوم واحد شيء صعب، بقت لي بس امي. لحيت على امي انه تجي تعيش وياي بالبيت لان ما بقى لنا احد، بس انا وياها. جت يمنا البيت بعد عناء، قعدنا سوا ظلينا نسولف وياها لحد ما طلعنا اثنيناتنا من الازمه. ورا ما تخلصنا من هاي الازمه الكبيره اللي هدت حيلنا كليته، انا ووالدتي قامت تجينا اعراض دوخه ووجع بالراس على طول ما يفارقني الا اخذ مسكنات يلا اقدر ارتاح، لو انام، لو اقدر اتحرك، لو اكمل شغلي بالبيت. عشت على المهدئات والمسكنات ما يقارب الشهرين. الوجع قام يتطور عندي وقمت ما اقدر اتنفس ولا اقدر اتحرك ولا اقدر كل شيء اسوي.